تعالى أقول لك إزاي ممكن وجود الملائكة يعالج الوحدة اللي أنت بتحسها. حاسس إنك لوحدك في طريق ربنا سبحانه وتعالى؟ حتى كل ما تروح تصلي صحابك يمسكوك ويقعدوا يقول لك إيه يا عم الشيخ؟ الحقيقة إنك مش لوحدك، معاك الملائكة اللي ربنا سبحانه وتعالى وكلهم لحفظك، يحفظوا أعمالك ويكتبوا أعمالك، مش بس كده كمان يحسسوك بسكينة وأنت بتقرأ قرآن. مرة واحد من الصحابة كان بيقرأ سورة البقرة في بيته، وبعد كده فجأة سمع الحصان بتاعه بيتحرك بعنف جدا، فاتخض فسكت، فالحصان سكت. قام بعد كده رجع يكمل قرآن، فلقى الحصان رجع تاني يتحرك بعنف جدا، فاتخض فسكت. بعدين خاف على ابنه لأنه ابنه كان جنب الحصان، فساب القرآن وبعد ابنه كده شوية، بيبص فوق في السماء لقى السماء مليانة سحاب وفيها مصابيح منورة. فراح سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إيه؟ تلك الملائكة دنت لصوتك، الملائكة قربت كده وجت تسمع صوتك وانت بتقرأ قرآن. فتخيل إن الملائكة بنفسها وانت بتقرأ قرآن بتكون معاك. مش بس كده، هما بيشاركوك في كل عمل صالح، يساندوك ويفكروك إنك عمرك ما كنت لوحدك.